يا أهلاً بكل مواليد برج الحوت. خلونا نتكلم عن سنة 2026. هالسنة ما راح تكون سنة عادية أبداً، هي أشبه ما تكون بدعوة للاستيقاظ الداخلي. في تحليلنا اليوم راح نغوص في التفاصيل ونشوف ليش هالسنة بالذات ممكن تكون أهم نقطة تحول في حياة مواليد الحوت. مثل ما يقول الاقتباس تماماً، هذه مش سنة عادية. يعني الفكرة هنا إنها سنة صحوة داخلية حقيقية، سنة رح تكشف الحقائق وتجبرنا ناخد قرارات مصيرية كنا نأجلها من زمان. التحولات اللي بنتكلم عنها جذرية وبتبدأ من جوتنا. والأهم من كل هذا إنه ما عاد في مجال للتردد أو الهروب. الطاقة الفلكية لهاي السنة بتحط مواليد الحوت قدام خيارين مالن تالت، يا إما احتضان بداية جديدة تماماً أو البقاء عالقين في الماضي. الخيار صعب وأكيد شخصي ومصيري. طيب، خلونا ندخل في التفاصيل. وين ما حنشوف هذه التحولات بوضوح؟ أول مجالين رح يلمسهم التغيير هما الشغل والحياة العاطفية، وهنا بالضبط تكمن أكبر التحديات وبنفس الوقت أكبر الفرص. على الصعيد المهني، التغيير جاي لا محالة. يعني ممكن البعض يلاقي نفسه يفكر بشكل جدي أنه يترك شغله الحالي ويروح لمجال مختلف تماماً. أو يمكن الأهم من كل هذا إنه هذه هي السنة اللي رح يتحقق فيها الحلم ويتم إطلاق ذاك المشروع الخاص اللي كان مجرد فكرة. بس لازم نكون واضحين، النجاح السنة ما رح يجي بسهولة. مفتاحه الأساسي هو الجرأة. الفرص ممكن تطلع من أماكن ما تخطر على البال أبداً. أما من الناحية المادية فالوضع رح يتحسن أكيد، لكن بشكل تدريجي، خصوصاً في النصف الثاني من السنة. والمهم هون هو تجنب أي قرارات مالية مبنية على العاطفة أو الاندفاع. طيب، من الشغل والفلوس ننتقل للجانب العاطفي، وهنا الأمور تصير أعمق وأكثر حساسية. سنة 2026 رح تكون زي الاختبار الحقيقي لكل العلاقات في حياة مولود الحوت. الأقنعة رح تسقط وما رح يكون في أي مجال للمجاملات أو العلاقات الهشة. يعني الصورة واضحة، في طريقين. بالنسبة للشخص الأعزب، في فرصة كبيرة للقاء شخص مختلف كلياً عن أي شخص عرفه من قبل، شخص ممكن يغير نظرته للحب. أما اللي فيه علاقة فالقرار كبير ومصيري، يا إما العلاقة تصير أعمق وأقوى، أو لازم تكون في الشجاعة الكافية لإنهاء علاقة صارت تستنزف الطاقة وبس. بالنهاية الصدق مع النفس هو اللي رح يحدد المسار. تمام، بعد ما تكلمنا عن القرارات الكبيرة في الشغل والحب، خلونا نركز على الجانب الأهم، وهو الرحلة الداخلية. لأنه كل اللي يصير برا هو مجرد انعكاس للي يصير جواتنا. النجاح الحقيقي يبدأ من الداخل. وهذه هي خريطة الطريق للشفاء والراحة النفسية في 2026. أول خطوة التخلص من كل ضغوط وأعباء الماضي، خلص نتركها ورانا. تاني خطوة وهي يمكن الأصعب، قطع العلاقات السامة مع الناس اللي بتستنزف طاقتنا. وأخيراً، ولازم نركز على هذه النقطة، الراحة والعناية بالنفس لازم تصير ضرورة مو رفاهية. هذه الخطوات مش مجرد اقتراحات، هي أساسيات للنجاة السنة. في هالسنة بالذات الحدث رح يكون هو البوصلة، هو المرشد الأقوى. الصوت الداخلي رح يكون عالي وواضح أكتر من أي وقت مضى، ورح تظهر رغبة قوية جداً لفهم الذات بشكل أعمق، وهذا ممكن يدفع كثيرين للتأمل أو البحث عن ممارسات روحية تساعدهم يلاقوا الإجابات اللي بيدورون عليها جواتهم. وهون نوصل لواحد من أهم الدروس في 2026، درس وضع الحدود. لازم نفهم أنه وضع الحدود مش قسوة ولا أنانية أبداً، بالعكس هو في جوهره أعمق وأصدق شكل من أشكال احترام الذات وتقديرها. طيب، عشان تكون الصورة أوضح، خلونا نشوف مع بعض خريطة زمنية سريعة لأهم الفترات في السنة. هذا رح يساعدنا نعرف متى نتوقع الأحداث الكبيرة والمهمة. بداية السنة يعني في مارس وأبريل هي فترة القرارات المصيرية والبدايات الجديدة، هون لازم نكون حاسمين. بعدها في نص السنة في يوليو وأغسطس رح نبدأ نشوف نتائج هذه القرارات، انفراجة واضحة سواء في الشغل أو الوضع المادي. ومع نهاية السنة في نوفمبر وديسمبر بتيجي فترة الهدوء والاستقرار النفسي والعاطفي، زي المكافأة على كل التعب والمجهود. بعد كل هذه التفاصيل والتحولات، شو هي الرسالة النهائية اللي تحملها سنة 2026 لمواليد الحوت؟ يعني شو الهدف من كل هاد؟ الرسالة هي الخلاصة لكل شيء، وهي واضحة ومباشرة وقوية.
كفاية تضحية بالنفس عشان الكل. حان الوقت لاختيار النفس أولاً. هذه السنة هي دعوة صريحة لوضع النفس في المقام الأول بدون أي شعور بالذنب. ولما يتم الاستجابة لهذه الدعوة، النتيجة بتكون مذهلة. ما نتكلم هنا عن تغييرات سطحية وبس، لا، نتكلم عن حياة جديدة تماماً، حياة مبنية على أساس أقوى وأصلب، حياة فيها توازن أكبر، والأهم صدق حقيقي مع الذات. وفي النهاية يبقى سؤال مهم للتفكير بعد كل اللي سمعناه: هل ممكن تكون سنة 2026 هي فعلاً سنة التغيير الجذري المنتظرة لمواليد الحوت؟ الجواب في النهاية موجود داخل كل واحد فينا.